يا مساء الجمال. حكايتنا بدأت في المستقبل بعد انقراض معظم الكائنات الحية على كوكب الأرض بسبب التلوث، والبشر اللي نجوا من اللي حصل ده قليلين جدا وعايشين في منشأة محمية تحت الأرض بطريقة حياة منظمة، وكلهم ممنوعين من الخروج بره المنشأة عشان التلوث. وكل أسبوع بيتم اختيار شخص من الناس دي بطريقة عشوائية اسمها اليانصيب عشان يروح الجزيرة، والمفروض إن المكان ده هو المكان الوحيد اللي مفيهوش تلوث وصالح للحياة على كوكب الأرض. بعد كده بنشوف الراجل ده اسمه لينكولن، واللي بيكون صاحي من النوم مفجوع بسبب الكابوس. بعدها بيقوم من على السرير وبيبدأ يعمل اللي متعود عليه كل يوم، وهو انه يلبس اليونيفورم الابيض بتاعه، واللي بيكون اللبس الموحد لكل الموجودين في المكان ده، ويتجمع مع كل سكان المنشأة في مكان واحد عشان يبدأوا يومهم، واللي بيبدأ بركوب الأسانسير لمنطقة الفطار. وهناك الشاشات بتعرض سعيد الحظ اللي فاز باليانصيب، واللي بيبقى مبسوط جدا ومش مصدق انه هيروح الجزيرة. ساعتها لينكولن بيلاحظ ان في حد متضايق جوه الأسانسير، لأن بقاله أكتر من 7 سنين عايش هنا وما فازش ولا مرة، على عكس الشخص اللي فاز واللي بقاله كام شهر بس. وبعد كده لينكولن بيروح المكان المخصص للفطار، وهناك بيقابل صاحبته جوردن اللي بيبقى معجب بيها. وقتها جوردن بتعزم عليه بالأكل اللي هو بيحبه، لأنه ما كانش مسموح ليه ياكل الأكل ده النهاردة، وطلبت منه ياكل كويس عشان يبقى مستعد لمباراة الملاكمة اللي الاتنين متعودين يلعبوها كل يوم بالليل. ولأنهم واقفين قريبين جدا من بعض بيجي حارس ويفرق ما بينهم لأن ده ممنوع. بعد كده صاحبنا بيروح يقابل دكتور ميريك مدير المنشأة. ساعتها بيشوفه وهو بيفحص الملف بتاع جوردن، ولما ميريك شافه قفل الملف، وبعدها قال له انه لاحظ وجوده قريب من جوردن اكتر من مرة، وبيحذره ان النوع ده من العلاقات ممنوع في المنشأة. فلينكولن بيوضح له ان علاقته بيها هي مجرد علاقة صداقة. وقتها ميريك بيغير الموضوع وبيقوله انه ملاحظ تغيير كبير في حالته النفسية اليومين دول، والتحاليل بتبين انه دايما بيحلم بكوابيس. فصاحبنا بيقوله انه متضايق من وجوده في المكان هنا، لانه مثلا مش بيقدر يختار نوع الاكل اللي بياكله، ولا حتى يختار يلبس لون غير الابيض، وكل اللي بيعمله في حياته انه مستني يروح الجزيره. فميريك بيطمنه وبيقوله انه مقدر اللي هو حاسس بيه، لكن لازم كمان يعرف قد ايه هو محظوظ لانه نجا من حادثه التلوث. وبيطلب منه يقعد على جهاز فحص الاعصاب، وبيدخل روبوتات صغيره في عينه، وبيطمنه ان العمليه دي مش مؤلمه، وان الروبوتات دي مهمتها تعمل فحص كامل لاعصابه. وبعد كده لينكولن بيروح لمكان شغله اليومي، فبيلاحظ وجود شخص جديد في المنشأة، وبيعرف انهم لقوا الشخص ده بره وانه ناجي من حادثة التلوث. بعدها بيتفاجئوا بست حامل في المنشأة وعلى وشك الولادة، فبيحتفلوا بيها لان الستات الحوامل بينتقلوا للجزيرة على طول بعد ولادتهم عشان يربوا أولادهم هناك. بعدها بنشوف لينكولن بيتعمد تعطيل الكمبيوتر بتاعه عشان ينزل بيه للدور الأرضي لجيمس عامل التصليحات، واللي بيبقى صاحب لينكولن. وكل يوم صاحبنا بيتظاهر إن الكمبيوتر بتاعه باظ عشان ينزل لجيمس ويقعد يدردش معاه. وبعد شوية جيمس بيروح يكمل شغله. وقتها لينكولن بيتفاجئ بفراشة، ودي كانت أول مرة يشوف فيها حشرة في حياته، فأخد علبة صغيرة وحبسها فيها. في نفس الوقت جيمس كان بيصلح كمبيوتر في المبنى، فبيشوف مجموعة دكاترة بيطلعوا شخص من جوه بالونة كلها مية، وبيعملوا له فحوصات وتحاليل. ولما اتأكدوا انه أعضائه كلها سليمة بيحطوا له علامة وأسورة على ايده زي كل اللي موجودين في المنشأة، وبعدين بيخرجوه عشان يعيش فيها على أساس انه ناجي جديد من التلوث. نرجع للينكولن وهو مستغرب ازاي الحشرة دي عايشة وما ماتتش بسبب التلوث. وبالليل بيروح لمباراة المصارعة مع جوردن، وزي كل مرة هي اللي بتكسب. وبعد كده بيقعدوا مع بعض، وبيقول لها ان هو شاكك ان اختيار النصيب مش عشوائي ولا حاجه، وان الناس دي بيتم اختيارهم بطريقه معينه، وكمان ازاي كل شويه بيلاقوا ناجي جديد مع ان المفروض ان التلوث قضى على معظم البشر. فجوردن قالت له انه شكاك زياده عن اللزوم، وان دي حاجه كويسه انهم يلاقوا ناجين جداد كل يوم. بعدها بيتجمع كل سكان المنشاه عشان يعرفوا مين الشخص الفائز باليانصيب الاسبوع ده. فبيتفاجئ لينكولن ان الفائز هي جوردن، وده اللي بيزود شكه ان اختيار الناس مش عشوائي، خصوصا لما شاف ميريك بيدرس الملف بتاعها، وده اللي خلاه يتسحب بالليل من الحارس وينزل الدور الارضي اللي بيشتغل فيه صاحبه جيمس، ويروح عند فتحة التهوية اللي شاف فيها الفراشة، ويقرر انه يطلع السلم. فبيلاقي نفسه في ممر مستشفى اول مرة يشوفه، فبيلبس لبس الممرضين عشان يكتشف المكان براحته، لحد ما بيلاقي البنت الحامل اللي كانت في المنشأة وهي بتولد. والغريبة انه شاف الدكاترة بيحقنوها بمادة سامة وبيموتوها بعد ما ولدت. والاغرب اكتر ان الممرضة
وتسلم الطفل النسخة طبق الأصل من الست دي. ساعتها بنعرف إن لينكولن وجوردن وكل الناس اللي عايشين في المنشأة هم عبارة عن نسخ تانية لناس أغنياء جدا، وإنهم مجرد قطع غيار بشرية ليهم. يعني مثلا أي حد من الناس الأغنياء دي لو محتاج طفل أو محتاج زراعة عضو، فبيجيبوا النسخة بتاعته وبياخدوا منها العضو اللي هو محتاجه، أو يخلوها تولد زي الست دي. فبكده موضوع الجزيرة والتلوث كل ده كدبة. بعد كده بنشوف الراجل اللي فاز باليانصيب قبل جوردن، وهم بياخدوا منه أعضاء لنسخته الحقيقية، بس هو بيقوم في وسط العملية وبيحاول يهرب، ولينكولن بيشوف الحراس وهم بيقبضوا عليه وبيرجعوه عشان يكمل العملية. وقتها ما كانش عارف ايه اللي بيحصل، والكل اللي فاهمه ان الشخص اللي بيكسب في اليانصيب ما بيروحش الجزيرة ولا حاجة، وانه بيجي المكان ده وبيموت، فبيرجع تاني من فتحة التهوية اللي طلع منها. في نفس اللحظة ميريك كان بيراقب كاميرات المراقبة وبيشوف الشخص اللي هرب من العملية، وكمان بيشوف لينكولن في نفس المكان، فبيأمر رجالته يقبضوا عليه في أسرع وقت. وقتها لينكولن راح لجوردن عشان يلحقها قبل ما الحراس ينقلوها، وبيحاول يفهمها ان مفيش حاجة اسمها جزيرة، وانها لو راحت مع الحراس هيقتلوها، وبياخدها ويهربوا والحراس بتطاردهم. ساعتها شاشات المنشأة بتعلن ان لينكولن مصاب بالتلوث، واي حد هيقرب منه هيتعدي على طول، وده طبعا عشان يقدروا يلاقوهم في اسرع وقت. بس لينكولن وجوردن بينزلوا الدور الارضي وبيكملوا هروب، وبيقدروا يتغلبوا على 2 من الحراس وبيدخلوا فتحة التهوية لحد ما بيلاقوا نفسهم خرجوا موجودين وسط الصحراء. وهنا عايزة افكرك انهم بيشوفوا ويتعرفوا على كل حاجة لأول مرة، وده اللي خلاهم خايفين، لكنهم بيتشجعوا وبيهربوا بعيد عن المنشأة. في نفس الوقت كان في اجتماع لأغنى ناس في الكوكب، وميريك بيشجعهم يستمروا في الاستنساخ عشان يقدروا يعيشوا لمدة أطول، لكن هو مفهمهم إن النسخ بتاعتهم بتبقى بغيبوبة تامة، لأن الناس الأغنياء لو حسوا إنهم بيتسببوا في موت حد مش هيدفعوا فلوس، وكمان لو الحكومة خدت خبر عن اللي بيحصل هتقفل المنشأة. وبعد الاجتماع ميريك بيقابل ضابط من وزارة الدفاع اسمه ألبرت، وبيشرح له الوضع وبيطلب منه يرجع النسختين اللي هربوا، خصوصا جوردن، لأن النسخة الحقيقية بتاعتها عملت حادثة، وعشان كده هم محتاجينها عشان ياخدوا منها أعضاء. والأهم وزارة الدفاع ما تاخدش خبر عن الحكاية دي. نرجع للينكولن اللي وصل هو وجوردن لبار قريب من المنطقة، وبيسألوا عن جيمس عامل التصليحات، ولما لينكولن بيشوفه بيبقى عايز يضربه عشان ما قالوش على الحقيقة، فجيمس بيطلب منه يجي معاه البيت وهو هيفهمه على كل حاجة. وأول ما وصلوا بدأ يشرح له حقيقة المنشأة، وإنهم مجرد قطع مستنسخة لناس أغنياء، والناس دول ما يعرفوش إنهم عايشين ومفكرينهم في غيبوبة دائمة. فالاتنين بيقرروا يروحوا للنسخ الأصلية ويفهموهم اللي بيحصل عشان يساعدوهم، وبيطلبوا من جيمس يساعدهم. فجيمس بيديلهم هدوم وبيقول لهم ان النسخ بتاعتهم عايشه في لوس انجلوس، وبيوصلهم لمحطه القطر بالعربيه بتاعته، وبيديلهم الفيزا بتاعته عشان يصرفوا منها. واول ما بيوصلوا بيتفاجئوا ان رجاله ألبرت محاصرين المكان، وواحد فيهم بيضرب جيمس بالنار، لكن الاتنين بيقدروا يهربوا وبيركبوا القطر. ولما ألبرت بيعرف انهم ركبوا قطر لوس انجلوس بيطلب من رجالته يحضروا لهم كمين هناك. وبعد ما لينكولن وجوردن بيوصلوا بيستخدموا الفيزا بتاعت جيمس، وده اللي بيخلي ألبرت يقدر يحدد مكانهم، لكن الشرطة بتسبقه وبتقبض عليهم بتهمة قتل جيمس. فألبرت كلم ميريك عشان يحكي له اللي حصل، فالتاني أمره يتدخل ويقبض عليهم بأي طريقة، فبيهاجم عربيات الشرطة ويقسمها نصين، فالاتنين بيستغلوا الفرصة ويهربوا ويوصلوا للمكان اللي عايش فيه توم النسخة الأصلية بتاعت لينكولن. وفي الأول كان مفكرهم حرامية، لحد ما شاف وش لينكولن بيبدأ يهدى والتاني بيحكي له على كل حاجة. ساعتها لينكولن بيشوف نشرة الأخبار وبيفهم من توم إن الناس كلها بتتفرج عليها، فبيطلب منه يطلع في التلفزيون عشان يفضحوا ميريك. فتوم وافق وطلب منه يروح يغير هدومه، لكنه بيكلم شركة ميريك وبيحكي لهم اللي حصل. ولما نزل جوردن كانت شاكة في تصرفاته، فلينكولن طلب منها تستنى في البيت لحد ما يرجع، وبياخد توم وبيمشي وبيبقى مصر إن هو اللي يسوق العربية. وفي الطريق بيتفاجئ ان ألبرت عامل له كمين بمساعدة توم، لان عنده تليف في الكبد ومحتاج ياخد الكبد بتاع لينكولن. وطبعا صاحبنا بيقاوم وبيقدر يهرب، لكن توم بيمسكه لحد ما ألبرت ورجالته يوصلوا، والمفروض انهم يقتلوا لينكولن، بس هو ما كانش عارف يفرق بينهم. فصاحبنا لبس توم الاسوره بتاعت المنشاه في ايده، فألبرت كده اتاكد انه النسخه وخلص عليه، وبعدها بيكلم ميريك وبيبلغه انه خلص مهمته. في نفس الوقت لينكولن بيرجع لجوردن وبيقرروا انهم يهربوا
يشتغلوا ويعيشوا زي الناس الطبيعية. لكن تاني يوم بيجي لينكولن تليفون من المدير الإعلامي للمنشأة على أساس إنه توم، وبيبلغوا إنه بيتأسف نيابة عن دكتور ميريك، وإنهم ناويين يعدموا كل النسخ اللي بتشكك في المنشأة وبتسأل كتير، وطلب منه يحدد ميعاد عشان ياخدوا منه عينة جديدة ويعملوا له مستنسخ هدية بدل اللي مات. بعدها بيبلغ جوردن باللي هيعملوه في النسخ زمايلهم، فالاتنين بيقرروا يرجعوا المنشأة وينقذوهم. وجوردن راحت مكان عام عشان ألبرت يقبض عليها بسهولة ويرجعها المنشأة. أما لينكولن فبيدخل المنشأة على أساس إنه توم، وضرب الرجالة اللي كانت معاه ولبس لبس دكتور، وجوردن عملت نفس الكلام، والاتنين اتفقوا إنهم يتفرقوا عشان يقدروا ينقذوا أكبر عدد من المستنسخين. في نفس الوقت في دكتور بيكلم ميريك وبيبلغوا إن الشخص اللي مات هو توم، وإن اللي عندهم دلوقتي هو النسخة، فبيأمر رجالته يقبضوا عليه في أسرع وقت. أما جوردن فكانت بتحرر مجموعة من المستنسخين، كانوا الحراس بيستعدوا عشان يموتوه، والغريبة إن ألبرت كان بيساعدها بعد ما اتأكد إن اللي بيحصل في المنشأة ضد القانون. ولينكولن كان بيحاول إنه يدمر الجهاز اللي بيتحكم في عقل المستنسخين، لكن ميريك حاول يمنعه، وفي الآخر بطلنا قدر يهزمه ويدمر الآلة. وفي النهاية كل المستنسخين بيتحرروا وبيخرجوا بره المنشأة وبيشوفوا العالم لأول مرة. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت. باي.